بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخوي الكريم وأختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما يحب أمته وكان يخاف عليهم، كان أي شيء خطر يحذرهم منه وينبههم عليه. ما في فتنة ومصيبة ستحل على الأمة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ومو بس عندنا احنا، حتى الأنبياء ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. هذا تاريخ. الكل يخاف على أمته أن يخرج الدجال وهو فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام من كثر ما كان يخاف على أمته منه ذكر بكثرة وفصل فيه وذكر أوصافه بدقة، شلون راح يطلع وشلون صاير شكله وين راح يروح وش راح يسوي وشنو معاه، أمور كثيرة. وبعدين علمنا النبي عليه الصلاة والسلام شو اللي يعصمك منه. كان في كل صلاة يتعوذ من المسيح الدجال، واللي يحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف يعصم من الدجال، وإذا طلع الدجال شو تسوون؟ كل هذا خوفا على الأمة، لأنه شيء خطير جدا. أسأل الله يعصمنا من هذا المسيح الدجال، من هذه الفتنة العظيمة. الصحابة رضي الله عنهم تركز في أذهانهم الآن أن الدجال ما بعده شيء، خلاص الدجال هو الفتنة الكبرى. مع ذلك مرة من المرات قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ بعد يا رسول الله في شيء أعظم من الدجال؟ في فتنة أخطر من الدجال؟ يعني الدجال عندنا خلاص ما بعده. قالوا: بلى يا رسول الله، علمنا هذا الصعب، علمنا هذا الخطر. فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك الخفي، أن يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الرياء، اللي يشتغل للناس، يبي الناس يمدحونه، يبي يذكرونه، يقولون ما شاء الله عليه فلان، هذا اللي يبي. هذا يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أكثر من الدجال. ببساطة ليش؟ الدجال راح يكون في وقت من الأوقات ويفتن مجموعة من الناس، لكن في قرون سلمت منه وقد نسلم منه احنا. لكن الرياء من اللي يسلم منه؟ في أحد يقدر يتخلص منه؟ ولاحظ الشرك الخفي، يعني ما تشوفه، مو واضح بالنسبة لك. أنت تعرف منه أول من راح يدخل النار والعياذ بالله يوم القيامة؟ من تتوقع؟ أبو جهل ولا أبو لهب ولا فرعون؟ ولا واحد من هذيل. أول واحد يدخل النار حافظ القرآن، وإنسان متصدق، لا ومجاهد بعد. شو مشكلتهم؟ يؤتى بحافظ القرآن، وفي رواية العالم، فيسأل الله سبحانه وتعالى: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب، حفظت القرآن وتعلمت العلم وعلمته فيك يا رب، لك يا رب، أبتغي وجهك وبالأجر. فيقال له: كذبت. هو ما تعود يسمع الكلمة هذه. هو عبالة الآن قاعد يكلم واحد مثل ما يكلم الناس في الدنيا، عبالة أنه قاعد يمشي أموره، وإحنا نبي الأجر من الله وما نبي الله. لا لا، أنت قاعد تكلم منه الحين؟ قاعد تكلم رب العالمين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. لحد الآن أنت عبالك في الدنيا قاعد تقص على الناس وتسوي نفسك أنك أنت مخلص. أنت قاعد تكلم رب العالمين اللي يعرف قلبك قبل لا يعرف اللي راح تقوله. يقال له: كذبت، إنما تعلمت وقرأت ليقال قارئ، ليقال عالم. أنت سويت كل هذا تبي الناس يقولون لك ما شاء الله عليه، فلان صوته وايد حلو، فلان اسلوبه روعة، تبي هذا. وقد قيل، قالوا لك الناس، أخذت أجرك. أنت كان يشبعك الكلام بس أن الناس يتكلمون عنك، وأخذت، خذوه إلى النار. ثم يأتى بالمتصدق، نفس الكلام،
ماذا فعلت؟ قال يا رب بذلت المال، سويت مشاريع خيرية، أعطيت الفقارة وكفلت الأيتام فيك يا رب. فقال لو كذبت كذاب، أنت سويت كل هذا، تبي الناس يقولون جواد، تبي الناس يقولون كريم، تبي يقولون فلان ما شاء الله سخي، وقت قيل أخذت أجرك، روح إلى النار. ويؤتى بالمجاهد. ولاحظ أخوي، الأول اللي حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه ترى هذا أخذ جزء كبير من حياته ووقته، والثاني أخذ جزء كبير من ماله، هذا يمكن أخذ حياته. جاهد، قال يا رب جاهدت وقاتلت وقتلت فيك، يقال كذبت. فعل ذلك ليقال جريء شجاع، تبي الناس يقولون ما شاء الله عليك، وقد قيل خذوه إلى النار. هذا الأول ناس يدخلون النار. شنو السبب؟ الرياء. لو خرج الرياء من أعمالهم لكانوا في أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، المجاهد وحافظ القرآن والمتصدق. لكن لما دخل الرياء على الأعمال أفسدها. أنت ليش قاعد تصلي وتصوم؟ وليش قاعد على طول تروح العمرة وكل ما صارت لك فرصة وتحج كل سنة؟ ليش؟ تبي يقولون ما شاء الله فلان ما يهد الحرم، متى ما صارت له فرصة راح على طول؟ أنت ليش تربي عيالك؟ تبي الناس يقولون ما شاء الله عليه طلع عيال صح؟ أنت ليش متحجبة أختي؟ تبي الناس يتكلمون عليك ما شاء الله فلانة متسترة؟ إذا كنا نبي كلام الناس ترى ما لنا شيء عند رب العالمين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ترى الله عزيز وغني مو محتاج لك. إذا سويت شيء تبي في رب العالمين وواحد ثاني معاه، الله مو بحاجته، يقول خلي فلان ينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وشرك السرائر. هذا الشرك داخل، شرك السرائر، لكن يوم القيامة تبلى السرائر، الله يطلع اللي داخل ويحاسبك عليه. قال إياكم وشرك السرائر، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. شفت النملة لما تدبي على جسمك أنت تحس فيها؟ ما تدري عنها، أنت ما تحس إلا قاعد تحك، ولا قرصت نملة، هي قرصت ومشت وخلصت، أنت مو حاس فيها. هذا الشرك يدبي ويدخل إلى قلبك وأنت ما تحس فيه. قال يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ شلون نخلص منه وإحنا ما نحس فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا، وخذ مني هذا الدعاء هدية وراح أخليك، كل ما شعرت أن الرياء راح يدخل هذا العمل أو خفت على نفسك أن يفسد عليك الرياء هذا العمل، قول هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعيد لك مرة ثانية، وإذا عندك ورقة وقلم اكتب: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يتقبل أعمالنا جميعا ويأجرنا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي. للذاكرين والذاكرات، للذاكرين والذاكرات.